الفيلم بتاعنا النهاردة هو الهروب الكبير The Great Escape اللي نزل في سنة 1963. والفيلم ده مبني على القصة الحقيقية لأكبر عملية هروب جماعي لأسرى حرب حصلت في تاريخ الحرب العالمية الثانية. في سنة 1943 بالظبط الحكومة النازية في ألمانيا وخصوصا سلاح الجو بتاعهم اللي اسمه لوفت فافا كانوا لسه مخلصين بناء معسكر سجن مخصوص سموه ستالاج لوفت. الهدف الأساسي من المعسكر ده كان تجميع كل أسرى الحلفاء المتمردين، يعني الطيارين والضباط اللي كانوا أكتر عناد وشراسة وتمرد. دول كانوا الأسرى اللي سجل هروبهم من الألمان كان ضبابي بشكل مش عادي ومثير للدهشة. أول ما الأسرى دول وصلوا للمعسكر الجنود الألمان عملوا فحص دقيق لكل واحد فيهم، بس الأسرى نفسهم كانوا قاريين الوضع وفاهمين كويس إنهم دخلوا سجن جديد بيجمعهم كلهم. المنطقة الوحيدة اللي كانوا بيفكروا فيها هي إزاي يهربوا ومنين يقدروا يوصلوا للحرية، وده طبعا لأن حسب الأنظمة العسكرية أي أسير حرب عليه واجب إنه يستمر في محاولة الهروب من سجن العدو، وده اللي كل واحد فيهم بدأ يعمله من أول لحظة دخل فيها المعسكر. من ضمن الأسرى دول كان الكابتن فيرجيل هيلز ضابط القوات الجوية الأمريكية. فيرجيل كان بيعمل نفس الشيء فورا، حاطط على وشه تعبير ذكي وعينيه بتراقب كل شبر من السياج السلكي. كان بيدور على النقطة العامية للحراس ما يقدروش يشوفوها من برج الحراسة، لكن عشان لسه كان نهار الحراس كشفوا حركته في الآخر. مش فيرجيل بس اللي جرب، الأسرى التانيين كمان بدأوا يمارسوا الحيلة على طول. كل واحد فيهم حاول يهرب في أي شاحنة كانت بتخرج من المعسكر. داني مثلا تنكر بسرعة في حية أسير سوفيتي كانوا مشغلينه نجار بالقوة، وطلب مساعدة من أصحابه عشان يعملوا خناقة مفتعلة وبكده يقدر يهرب بسهولة. ووقت ما كانوا بيمثلوا الخناقة دي ويلي نط بسرعة على الشاحنة واستخبى. بس للأسف النسخة الجديدة دي من السجن كانت قارية كل خصائص السجناء وقدرت بسرعة تفكك وتوقف كل محاولات الهروب دي في أول يوم. خاصة فيرجيل وزميله اللي كان عنده سجل ضبابي في الهروب، دول بالذات اتعاقبوا على طول واتحطوا في زنزانة عزل. يعني تقدر تتخيل معايا قد ايه اللوفت فافا تعبت من اول دقيقة الأسرى دول دخلوا السجن. لكن المفارقة ان في زنازين العزل فيرجيل وزميله اتعرفوا على بعض كويس وبقوا أصدقاء مقربين. وفي الحقيقة أسرى القوات الجوية الحلفاء كانوا حاسين انهم محظوظين انهم محتجزين في معسكر بيحرسوا سلاح الجو الألماني لوفت فافا، مش سجون الجستابو أو قوات الأس اس، لأن لو كانوا هناك كان زمانهم اتقتلوا بالرصاص بدري جدا. في زنازين العزل دي فيرجيل وزميله اللي كان عنده سجل هروب ضبابي اتعرفوا على بعض كويس وبقوا أصحاب مقربين. الأسرى دول من القوات الجوية الحلفاء كانوا حاسين إنهم محظوظين جدا إنهم محجوزين في معسكر بيحرسوا سلاح الجو الألماني اللوفت فافا. ليه؟ عشان لو كانوا محطوطين في سجون الجستابو أو قوات الاس اس كان زمانهم اتقتلوا بالرصاص بدري جدا. قائد مجموعة الأسرى الكابتن رمسايا راح يواجه رئيس المعسكر اللي هو ضابط خارجي اسمه أوفرست فون لوجر. لوجر ده صرح إنه شخص مناهض للنازية، أكد إن الأسرى لازم يخضعوا لقوانين المعسكر ويستمتعوا بوقتهم كأسرى حرب، بس حذرهم إن لو الهروب كتر قوي قيادة المعسكر ممكن تتسلم لقوات الاس اس، ووقتها الأسرى دول أكيد مش هيناموا مرتاحين في المعسكر اللي هيكون تحت سيطرة الاس اس الكاملة. لوجر ده أظهر تعاطف بسيط مع طيارين الحلفاء لأنه هو نفسه كان طيار قديم في اللوفت فافا. في اللحظة دي بالذات عربيات تابعة للاس اس بدأت تقرب. كانوا جايبين معاهم أسير جديد اسمه روجر باتلر. روجر ده كان مسجون قبل كده في مقر قوات الأمن الخاصة اس اس لسبب محدش يعرفه. روجر كان باين عليه إنه ضعيف وهش، ولحسن حظه نقلوه المعسكر ده عشان يتجمع مع الطيارين الأسرى التانيين. محاولات الهروب الفردية والعشوائية دي هديت أخيراً وتحولت لخطة واحدة عظيمة. خطة ما بتشملش بس الخبراء اللي بيهربوا، لأ، دي بتشمل كل سجناء المعسكر. عدد الأعضاء الحلفاء هنا كان أكتر من 200 شخص، والأهم إن العقل المدبر أو المخطط الرئيسي للهروب وصل خلاص وهو روجر. وجود روجر في حد ذاته كان أمل لكل السجناء. هو طيار عبقري وقائد حقيقي، وواضح إنه ماهر جداً في الهروب. روجر كان شايف إن ألمانيا عملت غلطة كبيرة لما جمعت كل الأسرى دول في حتة واحدة. كان شايف إن جمع خبراء الهروب دول مع بعض أكيد هيطلع منه فريق عبقرة، فريق هينفجر وهيختفي قريب من السجن ده. عشان كده ما استناش، روجر جمع كل الخبراء دول على طول وقسم عليهم المهام حسب مهارة كل واحد فيهم. داني وويلي مثلا كانوا ممتازين في حفر الأنفاق، فطلب منهم يبدأوا الحفر فورا. أما فيرجيل كونه أحسن حرامي في أمريكا كان دوره إنه يجيب المعدات وكل حاجة روجر محتاجها. وفي واحد تاني اسمه جريج بيعرف يخيط زي الخياط، فطلب منه على طول يعمل زي مزيف للجنود وضباط ألمان.
وكولين بلايهارد كمان كان لازم يستخدم موهبته في عمل وثائق وجوازات سفر مزورة. المرة دي روجر ما كانش عايز نفق واحد بس، طلب 3 أنفاق مستقيمة في وقت واحد. الهدف من المجهود الضخم ده كان تهريب 250 أسير في نفس الليلة. بعد كام أسبوع عضاهم في العزل، فيرجيل طلع أخيراً، راح على طول عشان يحضر اجتماع الضباط العادي. بس فيرجيل خيب ظن روجر فيه، لأنه كان عنده خطة هروب خاصة بيه هو، وما كانش مهتم خالص إنه يستنى النفق اللي زمايله شغالين عليه. الضباط التانيين ما كانوش متأكدين إن خطته ممكن تنجح، بس الصاحبين دول فضلوا مصممين يعملوا اللي في دماغهم. في الآخر اتقبض عليهم هما الاتنين، واترموا على طول في الحبس الانفرادي تاني لكام أسبوع قدام. بس الغريب إن الحركة دي اللي عملها فيرجيل، روجر شاف إنها كانت مكسب كبير للخطة بتاعتهم. ليه؟ عشان دي شتتت انتباه الألمان شوية، وفي الوقت ده الفريق الرئيسي بتاع روجر كمل شغل حفر الأنفاق بكل هدوء. الأيام كانت بتعدي يوم ورا يوم، والأسرى كانوا مكملين حفر النفق بكل طاقتهم وتركيزهم. الجنود التانيين كانوا بيساعدوا بعض، والمهمة الرئيسية بتاعتهم كانت إنهم يشتتوا انتباه الحراس على طول. كانوا بيغنوا بصوت عالي أو بينادوا على بعض بإشارة معينة لو حسوا إن في أي حارس ممكن يكون شاكك في حاجة أو في حركة غريبة. في الوقت ده بوب هاندل كان شغال على مهمة تانية ذكية جدا. قدر يعمل صداقة مع حارس ألماني باين عليه إنه بريء أو ساذج شوية. بوب فضل يضحك على الحارس ده ويلغيه لحد ما قدر يسرق المحفظة بتاعته بذكاء. بعد كده سلم كل الأوراق والمحتويات اللي كانت في المحفظة لكولين بليد، عشان كولين يعمل نسخة طبق الأصل من الوثائق اللي فيها ويستخدموها في الهروب. الشغل في النفق كان ماشي زي الفل وبيتقدم يوم عن يوم. النفق كان بيكبر كذا متر أطول في كل مرة، والأسرى كلهم كانوا بيدعموا بعض وكانوا مستمرين في جمع الخشب اللي بيلاقوه عشان يعملوا بيه سقف أو جدار للنفق ويحموه من إنه ينهار عليهم وهم بيحفروا. لحد ما جه اليوم اللي روجر سمع فيه إن واحد من الأنفاق وصل طوله 100 متر، وده معناه إنهم وصلوا خلاص للغاب اللي بره سور المعسكر. روجر بسرعة قرر إنه يقفل النفقين التانيين ويركز كل خطة الهروب والمجهود الباقي في النفق اللي خلص ده بس. في اليوم اللي بعده وبعد أسابيع طويلة قضاها في العزل، فيرجيل طلع أخيراً وكأن مفيش أي حاجة حصلت. فيرجيل ما استسلمش وراح على طول عشان يقول لروجر إنه هيحاول يهرب تاني زي ما متعود. روجر كان عارف شخصية فيرجيل دي كويس، بس المرة دي طلب منه مهمة تانية خالص. طلب منه إنه يساعده في رسم خريطة دقيقة للظروف الجغرافية والطبيعية اللي حوالين المعسكر، وكمان يشوف مواعيد القطارات المحلية عشان لو اتقبض عليه تاني. بكده روجر ممكن ياخد معلومات استخباراتية مهمة وقيمة للخطة. فيرجيل هيلز حس في الفترة دي إن روجر بيضحي بيه، حس إن روجر بيحاول يخليه يتقبض عليه تاني عمداً عشان مصلحة الأسرى التانيين، وعشان يشتت الألمان وياخد منه معلومات استخباراتية. عشان كده رفض في الأول إنه يتعاون مع روجر ولغى الخطة اللي كانت مطلوبة منه. بعد كام يوم الجنود الأمريكان اللي في المعسكر افتكروا إن عيد الاستقلال بتاع أمريكا اللي هو 4 يوليو قرب، وحبوا يحتفلوا باليوم ده بطريقتهم. عملوا عرض بسيط وصنعوا عرق اللي هو مشروب كحولي بدائي باستخدام البطاطس المتوفرة في المعسكر. يوم 4 يوليو وصل فعلا. الجنود الأمريكان اللي عددهم كان صغير تقريبا 3 بس بدأوا الاحتفال الخاص بيهم. بس بعد شوية كل الأسرى البريطانيين اللي كانوا في المعسكر حضروا وشاركوا الأمريكان في الاحتفالات بتاعتهم كنوع من التضامن ورفع الروح المعنوية. في عز الاحتفال والهمة دي وبالليل النفق الرئيسي بتاعهم كان خلاص وصل لآخره وتقريبا خلص، بس للأسف الشديد حارس ألماني مسكه واكتشف مكانه، وعلى طول النفق ده اتقفل واتردم. الحقيقة المرة دي خلت كل الأسرى يحسوا بخيبة أمل كبيرة جدا، وخصوصا فيرجيل اللي حالته النفسية اتأثرت جدا. الإحباط سيطر عليه بشكل كبير جدا، بالرغم من إن أصحاب فيرجيل كانوا عارفين إنه بقى محبط جدا بعد ما النفق اتقفل، إلا إنه عمل حركة متهورة، حاول يتسلق السور بتاع المعسكر عشان يهرب لوحده. بعد الوفاة المعنوية دي فيرجيل اللي كان محبط أصلا حالته ساءت أكتر. في الآخر راح لروجر وقال له إنه مستعد يضحي بنفسه عشان الهروب. قال له إنه هيحاول يهرب ويتقبض عليه تاني عشان خاطر زمايله، بس المرة دي هيعمل اللي روجر طلبه منه بالظبط. هيرسم خريطة لكل الطرق والمباني اللي بره، وكمان مسار ومواعيد القطار اللي ممكن يشيل كل الأسرى
بكده روجر ممكن ياخد معلومات استخباراتية مهمة للخطة. روجر نفسه كان عارف أن الحالة النفسية للأسرى هتتأثر بخيبة الأمل دي، عشان كده على طول أمر بفتح النفق التاني ويبدأوا حفر فيه بسرعة قصوى. بالرغم من إن فيرجيل كان محبط جدا بسبب اكتشاف النفق الأول، إلا إنه عمل حركة متهورة تاني، حاول يتسلق السور بتاع المعسكر عشان يهرب. بس الموضوع ده انتهى طبعا بالقبض عليه تاني واترمى في زنزانة العزل. بس عمل كده عمدا عشان تاني يوم يتقبض عليه تاني ويدي إشارة لروجر إنه نجح في جمع المعلومات. روجر كان حاسب كل خطوة. في نفس الوقت ده داني وويلي كملوا حفر النفق الجديد بسرعة رهيبة، بالرغم من إن المسؤول عن النفق كان تعبان جدا ومرهق. بس في مشكلة كبيرة ظهرت عند كولين بلايت اللي كان شغال على تزوير الوثائق. للأسف كولين كان شغال كل ليلة على ضوء ضعيف وعادي، ونظره بدأ يضعف شوية شوية، بقى مش قادر يزور الوثائق بالحروف الصغيرة دي، ودي كانت عقبة كبيرة في طريق خطة روجر الكبيرة. وفوق كل ده في نفس الليلة داني هرب لوحده بتهور كبير جدا. صاحبه ويلي عرف باللي عمله وحاول يمنعه عشان ما يضيعش تعبهم، بس داني اعترف إنه فعلا محبط، والأهم من كده إنه بيعاني من رهاب الأماكن المغلقة أو الخوف من إنه يكون في مكان داير ومحصور. دي كانت مفاجأة صادمة، إزاي خبير حفر الأنفاق يبقى عنده فوبيا من الأماكن الضيقة؟ لكن ويلي أصر على صديقه إنه لازم يستنى شوية كمان. ويلي قال له يكمل حفر النفق عشان خاطر أصحابه التانيين اللي حاطين أملهم فيه. ويلي عرف يقنع داني يرجع الشغل تاني في الوقت ده. في الوقت نفسه روجر كان لازم يواجه مشكلة كولين بلايد مزور الوثائق اللي نظره ضعف جدا بسبب الشغل على ضوء خافت. روجر كان حازم جدا ورفض إنه يسمح لكولين يهرب. روجر قال إن كولين في حالته دي هيبقى عبء كبير على الأسرى التانيين اللي بيهربوا، وإن الأسرى اللي نظرهم ضعيف لازم يفضلوا في المعسكر لحد ما الحرب تخلص عشان ما يعرضوش حياة غيرهم للخطر. بس بوب هاندل اللي كان صاحب كولين الوفي راح لروجر ونجح إنه ياخد منه ضمانة. بوب قال لروجر إنه هيعتني بكولين بالكامل وهيبقى مسؤول عنه وقت الهروب. بكده بوب قدر يحل مشكلة كولين الصعبة ويخليه جزء من خطة الهروب الكبيرة. بعد كام يوم فيرجيل طلع أخيراً من زنزانة العزل وبدأ ينفذ اللي اتفق عليه مع روجر. كان بيراقب كل حركة بره المعسكر. في الوقت ده الفريق الرئيسي بتاع روجر كان جاهز تقريباً لكل حاجة. النفق التاني كان وصل لمراحل متقدمة جداً، والملابس المدنية والألمانية المزيفة اللي عملها جريج كانت جاهزة، ووثائق الصفر المزورة اتجهزت على أكمل وجه، خصوصاً بعد الضمانة اللي قدمها بوب عشان كولين. كل حاجة كانت متظبطة عشان ليلة الهروب التاريخية. الشغل وصل لمراحل متقدمة جدا، والعملية كلها وصلت ل 95%، وده معناه إن النفق التاني نجح إنه يخترق الأرض ووصل لحد الغابة تقريبا. بالليل الأسرى كلهم لبسوا الهدوم المدنية أو الزي الألماني المزيف اللي عمله جريج. كانوا كلهم مستعدين وجاهزين في أماكنهم ومستنيين الإشارة. الساعة دقت وجه الوقت المناسب اللي هيجنوا فيه نتائج شغل شهور طويلة. الأسرى بدأوا يدخلوا النفق بهدوء وحذر شديد، واحد ورا التاني. أخيراً طلع أول واحد من النفق عشان يشيل غطا العشب من فوق راسه ويخرج، بس ساعتها شاف إن حساباتهم كلها طلعت غلطة كبيرة جداً. النفق ما طلعش طويل كفاية، ولسه ناقصه حوالي 8 متر عشان يوصل لعمق الغابة. ده معناه إن لو الأسرى طلعوا بتهور من هنا هيوصلوا بس لبداية الغابة الواسعة، وهيبقوا معرضين لخطر كبير جدا إن الحراس يمسكوهم وهم بيزحفوا. الراجل اللي طلع بلغ روجر باللي حصل ده، بس روجر فضل مصمم على الهروب الليلة دي بالذات وما ينفعش تتأجل. ليه؟ عشان كل الوثائق والمستندات المزورة اللي معاهم متأرخة بتاريخ تاني يوم الصبح. لو اتأجلت كام يوم كمان هيبقى تاريخ الوثائق غلط، وكمان كولين اللي نظره ضعف مش هيقدر يزور وثائق تانية. فيرجيل هيلز فهم الكلام ده كويس وقرر بسرعة ينفذ. بقى هو أول واحد يزحف ناحية الغابة وعمل حبل كإشارة لأصحابه عشان يبتدوا يطلعوا وراه. وفي نفس الوقت من السكنات جوه المعسكر الأسرى واحد ورا التاني بيتزحلقوا من فتحة النفق. العملية المرهقة دي كانت ماشية بسلاسة في الأول، والحراس ما كانوش حاسين بأي حاجة غريبة. بس فجأة وبدون أي سابق إنذار صفارة إنذار هجوم جوي اشتغلت بصوت عالي جدا. واضح إن الحلفاء كانوا بيعملوا غارة جوية على المنطقة، وده كان معناه إن كل أنوار المعسكر اتقفلت على طول. الأسرى استغلوا فترة الظلام دي وطلعوا بسرعة أكبر من النفق عشان يختفوا في الغابة. بس دي كانت برضو لحظة خطيرة.
لأن الظلام الشديد ده خلى واحد من الأسرى اللي اسمه كيفنديش اتعثر في الشنطة بتاعته وعمل دوشة عالية. حارس ألماني في برج المراقبة شك في حاجة غريبة بتحصل. بالرغم من إن كيفنديش قدر يختفي في الغابة في الآخر، بس الدوشة اللي عملها ضيعت التوقيت. الحراس نجحوا أخيراً إنهم يحددوا مكان الدوشة، وقدروا يمسكوا الأسرى اللي كانوا بيطلعوا ورا كيفنديش مباشرة من النفق. بعد ما اكتشفوا النفق، العملية فشلت بشكل رسمي، والسكنة اللي فيها مدخل النفق اتحصرت واتفتشت على طول. الجنود الألمان كشفوا الأسرى اللي كانوا لسه بيستعدوا يدخلوا النفق جوه السكنة. لما الصبح طلع، الألمان عرفوا إن 76 أسير بس هم اللي قدروا يهربوا بالفعل من المعسكر. الحراس الألمان ما عملوش أي حاجة وحشة مع الأسرى اللي فشلوا في الهروب واتمسكوا عند النفق. بس الموضوع ما وقفش عند دول اللي طلعوا وهربوا. وحدات قوية وشرسة زي الأس أس والجستابو نزلت في أماكن استراتيجية مختلفة حوالين المنطقة. الهدف كان واضح: يمنعوا أي حد يشكوا فيه إنه في محطة قطار أو على طريق رئيسي. فعلا دورياتهم زارت محطة القطار دي، وكان في أسرى كتير هربانين مستنين القطر عشان يسافروا للمدن الكبيرة أو الحدود. محدش كان عارف إذا كان القطر ده هيكون مليان برجالة من الأس أس والجستابو ولا لأ. المطاردة كانت شغالة على قدم وساق في كل حتة في ألمانيا، وده كان بيثبت إن الهروب ده سبب إحراج كبير جدا للقيادة النازية. الأسرى التانيين نجحوا إنهم يهربوا باستخدام حيل مختلفة. في مجموعة زي ويلكوكس مثلاً سرقت عجلة دراجة وراحت في اتجاه الحدود كده عادي. أما فيرجيل اللي كان دايماً متطرف في تصرفاته نجح إنه يسرق زي جندي ألماني واستخدم موتوسيكل دراجة نارية وكان لابس الزي الألماني وراح ناحية الحدود السويسرية بسرعة. داني وويلي كمان تفادوا وسط البلد ومحطة القطر بذكاء شديد واختاروا يهربوا من طريق النهر بعد ما سرقوا قارب. الأسرى التانيين اتصرفوا بطرق مختلفة، منهم اللي مشي على رجله مسافات طويلة ومنهم اللي فضل يدور على أي وسيلة مواصلات توصلهم للحدود. بس للأسف واحد ورا التاني الأسرى دول اتقبض عليهم في الآخر. نرجع لروجر وماك اللي ركبوا القطر في اتجاه الحدود. فرقة الجستابو وقفتهم، بس روجر قدر يعدي في الأول عشان كان بيتكلم ألماني كويس جدا. أثناء سباق فيرجيل بالموتوسيكل وصل لحدود سويسرا، بس لقاها مقفولة بسياج سلكي ألماني قوي جدا، والجيش الألماني كان وراه خلاص وبيطارده. فيرجيل فضل مصمم إنه يحاول يعمل حركات بهلوانية وينط من فوق السور ده، بس ده كان مستحيل عملياً. أثناء محاولة هروب أشلي من محطة قطار بيشك فيه قوات الجستابو، لكنه بيحاول يهرب وبيبدأ الضابط الألماني يطلق عليه الرصاص، لكنه بيقاومه وبيوجه مسدسه ناحيته وبيقتله وبيجري بسرعة عشان يهرب، لكن بيصوب عليه الجستابو الرصاص وبيموت. بيشوفوا روجر وماك وموته بيكون مصلحة ليهم، لأن اللي كانوا بيفتشوا أوراقهم بيجروا عشان يشوفوا اللي بيحصل. من ناحية تانية روجر وماك ما كانوش محظوظين كتير. اتقبض عليهم وهم داخلين أتوبيس لأن ماك كشف عن هويته بالغلط. روجر قدر يفضل عايش شوية عشان كان بيتكلم ألماني كويس، بس وشه كان معروف كويس لقوات الأس أس، وتم القبض عليه في الآخر زي ماك اللي كان محاصر برضه. بعد كام ساعة وصل العدد ل50 أسير اتقبض عليهم بنجاح، ومن ضمنهم العقل المدبر والقائد بتاعهم اللي هو روجر نفسه. نقلوهم عشان يتحطوا في معسكر الأسرى تاني، بس في نص الطريق جنود الأس أس دول أمروا الأسرى إنهم ينزلوا ويمدوا رجليهم في حقل. بعد كده حصلت المأساة وتم إعدام ال50 أسير دول بدم بارد، تنفيذاً لأوامر هتلر بإن أي أسير يتقبض عليه يتم إعدامه فوراً. بوب هاندل وصديقه كولين اللي أصبح ضرير تماماً بيحاولوا يشقوا طريقهم للهروب، وبيوصلوا المطار ألماني، وبيحاول بوب يوصل لطيارة ألمانية عشان يخطفها ويهربوا بيها بصفته ضابط طيار. لكن للأسف الألمان بيكتشفوهم وبيطلقوا على الطيارة النار وبتسقط بيهم. بيحاول كولين الهرب بما إنه مسكين مش شايف، بيهرب وبيطلق عليه الألمان النار وبيقبضوا على بوب. في اليوم اللي بعده أسير تاني اتقبض عليه بشكل منفصل عن روجر،
ورجعوه لمعسكر كامب لوك لونج، ومعاه فيرجل اللي رجع للروتين بتاعه، يعني اترمى في زنزانة عزل تاني. في نهاية الفيلم 3 أشخاص بس هم اللي قدروا يختفوا تماما من المطاردة بتاعة الاس اس والجستابو، وهم جريج اللي بمساعدة المتمردين الفرنسيين قدر يوصل لإسبانيا، وفي نفس الوقت داني وويلي قدروا يوصلوا للمحيط ووصلوا لسفن مدنية ونجحوا في الهروب. وهنا بيخلص الفيلم. لو عجبك الفيديو ما تنساش الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام.